السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة وفضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى، اللهم آمين يا رب العالمين. اخوانا الله يبارك فيكم. طبعا نتمنى من الجميع الاشتراك في القناة البديلة ديت من الإخوان، واللي ما عندهمش علم باللي حدث فيما يخص القناة تربية النحل في الوطن العربي للمبتدئين والمحترفين. طبعا في مشاكل حاليا موجودة فيها وبنحاول نرجعها بقدر الإمكان، ونتمنى طبعا من الجميع يشترك معنا، لعل ان شاء الله لما يوصل اشعار ليه او يتم نشر فيديو يكون على اتصال معنا، وان شاء الله عاوزين نفعل ميزة البث في اسرع وقت. الله يبارك في الجميع. النهاردة 18 مايو لسنة 2023 او 18 5 لسنة 2023. عاوز اتكلم في نصيحة كده او نصيحتين بخصوص الحاجز الملكي في موسم الفيض في التوقيت الحالي. تمام. طبعا الله يبارك في الجميع. بالنسبة للحاجز الملكي اتمنى الاخوان تركز معايا في الكلام اللي انا اتكلمه. لو الموسم اللي عندك موسم غباري، يعني فيه حبوب لقاح في المرعى عندك، لازم تحط الحاجز الملكي. لو عاوز تطلع عسل وتفرز عسل، تمام، طبعا بعد وجود مرعى ممتاز، ده شيء اساسي. المرعى الممتاز ده من عند الله سبحانه وتعالى، تمام، وربما بقى من بسبب ظروف مناخ او الطبيعه او كده، ولكن اتكلم لو مرعى كويس لازم تركب حاجز ملكي. تمام. على سبيل المثال مثلا زي موسم البرسيم في مصر، نسال الله يا رب التيسير، ولو ان شويه الامور نقدر نقول فيها مشاكل بسبب درجات الحراره منخفضه، وبالتالي نقدر نقول البرسيم ما بيفرزش رحيق الا عند درجات حراره مرتفعه، ولكن نسال الله يا رب التوفيق. الامر الاخر حبه البركه عند الاخوان في سوريا وبعض الاماكن، تمام، ده لابد يركب حاجز ملكي بالخصوص، سواء خليه 9 براويز او سواء خليه بعاسلات، لازم تركب حاجز ملكي. لان لو ما ركبتش حاجز ملكي النحل هيعمل بنشاط وبقوه في الملكه، طبعا هتعمل بنشاط وبقوه في وضع الحضنه والبيض، وبالتالي هيكون الرحيق اللي جاي كله بيتم استنفاذه. ده طبعا بالنسبة للمواسم اللي هي نقدر نقول مواسم فيها حبوب لقاح، تمام. في مواسم أخرى زي السدر ربما يكون بدأ في بعض البلدان، وهيبدأ لسه في بعض البلدان أخرى، أتوقع مثلا في شمال أفريقيا زي الجزائر. السدر الله يبارك في الجميع، لو السدر فقط اللي موجود أو المرعى اللي موجود سدر فقط، مش في احتياج تركب حاجز ملكي. اتمنى نخلي بالنا من الكلام ده. انت ما انتش في احتياج تركب حاجز ملكي في الصدر، لان الصدر اصلا بيحتوي على رحيق نقدر نقول بنسبة 99%. انت ما انتش محتاج تركب. الملكة مباشرة هتقلل من وضع البيض لاقل وتيرة، ومن ثم النحل لو موسم الصدر كويس هيجمع فقط رحيق، تمام. ولكن فيه ملحوظة لابد الإشارة ليها. لو أنت موجود مرعى صدر والمرعى الصدر دوت جنبه بعض النباتات الأخرى اللي فيها حبوب لقاح، هنا الوضع يختلف، تمام. طبعا ربما يكون الصدر اللي موجود في التوقيت الحالي في بعض البلدان مثلا زي ليبيا أو زي شمال أفريقيا في بعض البلدان، ده نقدر نقول برضو كذلك موجود في اليمن وبعض الأماكن في المملكة العربية السعودية، ولكن نقدر نقول موسم قصير. موسم الصدر الحالي موسم قصير. في موسم صدر آخر نقدر نقول اللي هو بيكون موسم يستمر تقريبا لمدة شهر، ده بيكون تقريبا في شهر سبتمبر أو أكتوبر اللي هو شهر 9 و10، تمام. ده بيكون موسم نقدر نقول عامة في الخليج، الموسم الصدر ده بيكون موسم تقريبا بيجلس حوالي 25 يوم 30 يوم. طبعا زي ما احنا قلنا موسم الصدر ممكن يجي في بعض الأماكن سواء في الخليج أو حتى في بلدان مثلا زي ليبيا وشمال أفريقيا أو بعض البلدان اللي فيها الصدر، أو حتى مصر ممكن يجي صدر فقط. المنطقة أو المكان المرعى فيه صدر فقط، ده مش محتاج تركب حاجز ملكي، لأن زي ما احنا قلنا الملكة تقلل من وضع البيض لأقل وتيرة. ولكن لو فيه بعض النباتات الأخرى موجودة مع الصدر، والنباتات ديت النحل بيجيب منها حبوب لقاح، بالخصوص لو كميات في المتوسط أو أعلى من المتوسط، هنا لازم النحال يركب حاجز ملكي، لأن نقدر نقول إن الملكة هتعمل بقوة بيض كبيرة، تمام.
طب مين اللي يقدر يقرر الكلام ده؟ الاخ النحال اللي بيستمع لي هو اللي يقدر يقرر ان كان يركب حاجز ملكي في الصدر عنده بناء على المعطيات اللي انا تحدثت فيها، او ما يركز او ما يركبش حاجز ملكي. تمام. الله يبارك في عمركم، وربما يكون موسم الشوكيات قريبا ان شاء الله. تمام. نقدر نقول برضو النحال بيقرر. تمام. نقدر نقول برضو في مواسم ربيعية او موجودة، بعض المواسم الربيعية موجودة كذلك في الوطن العربي، مواسم اخرى مواسم نقدر نقول برضو اعشاب في بعض الاماكن الصحراوية. اللي انا اقصده في الكلام، الله يبارك في الاخوان جميعا، وهو ان النحال هو اللي بيقرر. تركب حاجز ملكي لو عندك مصدر حبوب اللقاح جاي بقوة، لازم تركب حاجز ملكي. جاي حبوب لقاح بقلة او ضعيف او شحيح، وفي المقابل الرحيق جاي رحيق غزير بكميات كبيرة، لا، هنا انت كرجل نحال نقدر نقول تتوقف وما تركبش حاجز ملكي، لان الملكة هتقلل مباشرة منها لنفسها في وتيرة وضع البيض. تمام. طيب بالنسبة للحاجز الملكي، نركبه عند الخلية 7-8 براويز او 10 براويز. تمام. نعم، ركب. لو جاء عندك مرعى فيه حبوب لقاح، ركب حاجز ملكي. تمام. على بروازين حط فيهم الملكة، وباقي الخلية سواء 7 براويز او 8 براويز باقيين في الخلية، نقدر نقول ان النحل يجمع لك فيهم كمية من الرحيق تقدر تستفيد منها. تمام. طب بالنسبة للاخوان اللي عندهم خلايا طابقين، سواء خلية وعاسلة او خلية وعاسلتين، تمام، ده بيركب طبعا حاجز ملكي ما بين الطابق الاول اللي هو التربية والطابق الثاني اللي هو العاسلة. تمام. الملكة طبعا موجودة في الطابق الاول اللي هو طابق التربية، ومن ثم العاسلة النحل نقدر نقول بيخزن فيها كميات كبيرة من الحضنة. تمام. حتى يكون العلم عند الاخوان، واحنا اكيد شرحنا الكلام دوت في الفيديوهات اللي كانت موجودة على القناة تربية النحل. لو حد يقدر مثلا حابب يرجع للمعلومات دي، لو ما استمعش لا يقدر يرجع ليها ويستمع ليها، اللي هو سواء شروط رفع العاسلة او تركيب الحاجز الملكي، اتكلمنا على الموضوع ده. تمام. امر الاخر الله يبارك في الجميع، وهو مصيدة حبوب اللقاح. تمام. مصيدة حبوب اللقاح، هل مصيدة حبوب اللقاح لو انا في موسم نقدر نقول مثلا زي موسم البرسيم، او موسم مثلا حبة البركة، او المواسم اللي هي فيها رحيق وحبوب لقاح، المصيدة تأثر على جمع النحل للرحيق او جمع النحل للعسل؟ لا، ما تأثرش. مصيدة حبوب اللقاح ما تأثرش. تمام. بل بالعكس، ان هي هتبقى فايدة للنحال، بسبب ان الملكة هتقلل من وضع البيض، بسبب ان حبوب اللقاح المصيدة هتوقفها في الخارج، او المصيدة هتصطاد كمية كبيرة منها. تمام. واللي هيكون مدخول او اللي هيخش وارد داخل الخلية من حبوب اللقاح هيكون كمية بسيطة. تمام. وبالتالي النحال هيستفيد في موضوع العسل. طب ايه اللي ممكن يحدث في الموضوع دوت؟ ممكن يحدث امور عادية او امور تقليدية، اللي هو ممكن بسبب ازدحام النحل، بالخصوص الخلايا اللي فيها جيش قوي. تمام. نقدر نقول مثلا ما شاء الله تبارك الله اخ من النحالين مثلا مجيش خليه 20 برواز 30 برواز، قوة بقى النحل السارح ده وهو داخل من عند المصيدة، يحدث هنا في الحالة دي ازدحام على باب الخليج. تمام. انما ما يأثرش على جمع العسل. نتمنى يكون الكلام واضح. احنا بنحاول نوضح بعض الملحوظات في فيديوهات نقدر نقول بسيطة او فيديوهات قصيرة، بناء على اقتراح اتوقع من اخ علي، ما كنتش انا مخطئ، من المتابعين معانا قال عاوزين فيديوهات قصيرة. تاني شيء برضو احنا لسه للأسف يعني ربما يكون ما فيش متابعين معانا في القناة دلوقتي، فبنحاول برضو نعمل فيديوهات قصيرة، على الرغم ان انا كنت عاوز اتكلم على نصائح او ارشادات لمنتصف شهر مايو او الشهر الخامس اللي احنا فيه، ولكن ان شاء الله يعني ممكن يومين ثلاثة نتحدث فيها، بس على ما نشوف المتابعين اللي كانوا معانا بإذن الرحمن في قناة تربية النحل يتضم منهم عدد كبير معانا، او لو ربنا اراد وعرفنا نسترجع القناة مرة اخرى ننزل فيها الفيديو ده. فالله يبارك فيكم. حابين نتكلم في الملحوظتين دولت، اللي هي الملحوظة الاولى حاجز الملكي في الفيض، سواء فيه حبوب لقاح او ما فيهوش حبوب لقاح وحبوب لقاح ضعيف. كذلك تكلمنا على موضوع المصيدة. تمام. هيجي اخ من الاخوان اللي بيسأل طب المصيدة لو ركبناها في موسم مثلا فيض زي موسم البرسيم،
او موسم من المواسم الاخرى حبة البركة، او مواسم مثلا فيها مرعى حبوب لقاح، هنركبها قد ايه ونشيلها قد ايه. هنا حتة ان انا اركب المصيدة بتاع حبوب اللقاح كام قد ايه او فترة قد ايه واشيلها قد ايه، تتوقف، خلي بالك جميع من الكلام ده، تتوقف على المرعى عندك ايه. مرعى حبوب اللقاح عندك لو قوي، لو قوي تمام، ممكن تقسم المنحل بتاعك لدفعتين او لثلاث دفعات. بمعنى عندي 100 خلية تمام، هركب 30 مصيدة على 30 خلية واسيب ال 60 النحل يدخل حبوب لقاح تمام. ومن ثم اجي بعد يومين او بعد 3 ايام اغير ال 30 مصيدة دولت على دفعة اخرى، ثم بعدها بيومين او 3 اغير المصايد برضو واطلع منها الفارغ، او اطلع منها مثلا اللي عبته من حبوب اللقاح واقوم حاططها في الدفعة الثالثة تمام. اصبح ان انا ما عطلتش مصايد حبوب اللقاح تمام، وفي نفس الوقت لفتها كمرتبة أولى على الجزء الأول اللي هو 30 خلية، والجزء الثاني 30 خلية، وثم الجزء الأخير 30 خلية. يعني أقدر أقول إن أنا في خلال 9 أيام أو 10 أيام لفتها على 100 خلية مصيدة حبوب اللقاح، خليتها تلف على 100 خلية، وفي نفس الوقت ريحت الخلايا برضو بمسيرة مثلا 4-5 أيام، دخلت كمية كبيرة برضو من حبوب اللقاح النحل يستفيد منها كمخزون تمام، ويستفاد منها. ده طبعا في حالة ان مرعى حبوب اللقاح ممتاز تمام. ولكن في حالة ان مرعى حبوب اللقاح نقدر نقول او صروح النحل على حبوب اللقاح ضعيف، او نقدر نقول تحت المتوسط تمام. في الحالة ديت ما ينفعش ان انا اجور على النحل بتركيب المصيدة ازيد من اللازم. اتمنى الانتباه للكلام ده تمام. في نقطة لابد الاشارة ليها، وهي قبل ما تفكر تركب المصيدة حبوب اللقاح، مصيدة حبوب اللقاح للخلايا، لازم يكون على الأقل عندك برواز خبز نحل داخل الخلايا، أو برواز حبوب اللقاح نقدر نقول يعني تمام. برواز كامل النحل مخزنه، ما ينفعش يكون النحل ما عندوش مخزون داخل الخلية وأقوم أنا مركب المصيدة تمام. بالخصوص لو أنا عندي بروازين أو 3 أو 4 براويز، أو خلايا مثلا من طابقين فيها معدل 6-7 براويز من الحضنة المغلقة أو الحضنة المفتوحة أو البيض، ويكون ما فيش مخزون حبوب لقاح، هنا مشكلة. لابد يكون في مخزون خبز نحل أو حبوب اللقاح داخل الخلايا. طبعا بس للتعريف، حبوب اللقاح لما بتكون داخلة لحد الخلية أو النحلة محملها من المرعى دي اسمها حبوب لقاح. ومن ثم بعد ما النحلة تخش داخل الخلية وتحطها في العيون السداسية بيتحول اسمها الخبز نحل، بسبب ان النحل طبعا بيضيف عليها انزيمات وبعض الخمائر، فبالتالي بيكون اسمها خبز النحل. طبعا احنا بنوضح المعلومة دي عشان المبتدئ اللي بيستمع لينا تمام، انما المحترف ما شاء الله اللي بيستمع لينا عنده العلم كله، فنسأل الله يا رب يكون في خير واحنا بنتعلم منه. طبعا الله يبارك في الجميع، ما حدش يركب مصيدة الا في وجود مخزون على الاقل برواز من خبز النحل داخل الخليج تمام. الامر الاخر الله يبارك في الجميع اللي لابد الاشاره ليه وعلى عجاله، وهو التظليل. التظليل، عيد للجمله الثالثه، التظليل على الخلايا. في موسم عسل او موسم فوض ظلل على الخلايا تمام. في اي حاجه بتجيش نحل ظلل على الخلايا، تقسيمات ظلل على الخلايا. طب امتى اظلل على الخلايا؟ قلنا الكلام دوت في الفيديو بتاع اعمال النحال بتاع الشهر الخامس لسنة 2023. قلنا درجة الحرارة لو جت عند النحال في المنطقة اللي موجود فيها في أي بلد عربية، سواء شمال أفريقيا أو بلدان الشام أو البلدان الأخرى، بدون ما أسمي بلدان، لأن في ناس بتزعل أنا بيقول لك أنت ما ذكرتش بلدنا ليه؟ أنا ما أقصدش إن أنا ما ذكرتش بلد أحد، بيكون نسيانا أو سهو، إنما أي بلد عربية لها كل احترام وتقدير يعني تمام. فدرجة الحرارة لو جت عند الأخ في المنطقة بتاعته من 32-33 درجة في ارتفاع، لازم تنزل التظليل تمام. تظليل ازاي؟ الله يبارك في الجميع، سواء حط بعض الإخوان الليدات اللي هي التندات يعني تمام، أو عوازل، أو نقدر نقول عمل مظلات حسب إمكانياتك. أنا ما أقدرش أقول لك اعمل إيه. إمكانياتك أنت كنحال، هل عندك مثلا 50 خلية؟
هل عندك ما شاء الله حيازة كبيرة 100 200 خلية 300 خلية؟ عندك 4 5 خلايا فقط، انت اللي تقدر تقرر هتعمل ايه عندك. اهم حاجة انك انت تمنع وصول اشعة الشمس المباشرة اللي بتكون في توقيت نقدر نقول مثلا الظهر او الساعة 2 او الساعة 1 بالخصوص طبعا الخليج. تمام. انك انت تمنع اشعة الشمس وصولها للخلايا. واصحاب الخلايا الاجباح البلدية او الخلايا الزمر لازم تظلل على خلاياك، واوعى ما تظللش على خلاياك بالخصوص لو الخلايا فيها كثافة نحلية وبنى من الشمع، هيتساقط البنى ده وهتبقى كارثة كبيرة جدا. بنتكلم على امور والله اشتغلناها في ارض الواقع والميدان في المملكة العربية السعودية. تمام. في الخلايا الاعواد البلدية او الخلايا الزمر. تمام. اخ الله يبارك في الجميع او اختنا حالة تستمع لينا عندها درجات الحرارة 30 31، لا انت ما تظللش. احنا بنتكلم على درجة الحرارة عنده من 32 33 الى ما فوق. هنا لازم تظلل على الخلايا بتاعتك علشان تتلاشى درجات الحرارة زي ما احنا قلنا في موسم فوت او في تجيش او في اي حاجة. قلل المجهود على النحل يا اخويا النحال او اخت النحال اللي بتستمع ليه. ده شيء اساسي علشان نقدر نقول لو انت ما ظللتش على الخلايا هتبص تلاقي الخلية بعد ما ترتفع فيها درجات الحرارة، اولا النحل هيستهلك كمية من العسل. النحل الامر الاخر هيقوم بعملية تهوية للخلية ويستهلك مجهود او هيبذل مجهود، ومن ثم هيترك براويز الحضنة وينزل في ارضية الخلية. ارضية الخلية هتلاقي النحل فيها مش مستقر على البراويز. تمام. شوية مية او مية شراب موجودة في المنحل اساسي، نتمنى من الجميع العمل على الشيء ده. تمام. ايا يكن انت عندك ايه موسم او تجييش او في ايا يكن لازم يكون مية موجودة في المنحل. تمام. على اساس درجات حرارة مرتبطة بالمية. تمام. ملحوظات دي اتمنى ناخدها بعين الاعتبار من الجميع، لان بجد ملحوظة زي كده او اي ملحوظة من الملحوظات اللي احنا اتكلمنا فيها ربما لو احد نسي عنها او تكاسل عنها تسبب له مشاكل او اضرار لا قدر الله. نسأل الله يا رب التيسير للجميع. اللهم امين يا رب العالمين. ونتمنى طبعا من اي اخ بيتابعنا ان هو يشترك في القناة لعلنا ان شاء الله باسرع وقت نحاول نفعل ميزة البث المباشر. تمام. ودي طبعا محتاجة مشتركين علشان طبعا ده بناء على تعليمات اليوتيوب. لعلنا ان شاء الله يكون في تواصل زي ما كنا من قبل في القناة بتاع تربية النحل في الوطن العربي للمبتدئين والمحترفين. تمام. واحنا بنحاول والله يعلم الله بقصارى جهدنا نقوم باسترجاع القناة مرة أخرى، وفي ناس ما شاء الله يعني الله يجزيهم الخير صراحة يعني مشكورين بدون ما نذكر أسماء أحد منهم أو ننسى أسماء أحد منهم بيقوموا بالعمل دوت أو بمساعدة معانا، والله يجزيهم الخير يا رب. وطبعا الإخوان اللي هم لبوا الطلب أو لبوا الدعوة من أول ما أنشأنا القناة ديت أمس في الاشتراكات من اول الناس، ومنهم ناس تواصلت معايا على الواتس وارسلوا لي حتى صورة الاشتراك على الرغم ان انا مش في احتياج ليها. يعني هو صادق ان الاخ، ولكن ده ندل على شيء يدل على ان بجد في ناس دايما معانا، ونعتبر انا بعتبرهم عن نفسي اصدقاء واخوة قبل اي شيء. الله ييسر الحل للجميع ومشكورين شكرا جزيلا.